مفيش شك ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو افضل مدير كوره جه في تاريخ النادي الاهلي، خلفا لكابتن ثابت البطل الله يرحمه. مدير كوره شاطر وذكي وقوي الشخصيه ومحبوب ما بين اللاعبين، وسهل قوي يحل اي مساله في اوضه اللبس، وده صعب تلاقيه في واحد بس غير سيد عبد الحفيظ. من امبارح للنهارده مليون راي مختلف، ولكن الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. مع احترامي للجميع، كابتن سيد عبد الحفيظ من الصعب وبل من المستحيل انك تعوض او تجيب واحد مدير كوره شاطر زي كابتن سيد عبد الحفيظ. ولو اتكلمنا عن النادي الاهلي ما بيقفش على حد، هو فعلا ما بيقفش على حد، وحتى كابتن الخطيب النادي الاهلي ما يقفش عليه. ولكن ستوب هنا، تعالى نتكلم شويه ونقول ليه كابتن سيد عبد الحفيظ مختلف عن اي حد. القصه مش قصه كوره وبس، القصه قصه واحد بيحب النادي الاهلي وطبق كل قواعد النادي الاهلي ومبادئها على الجميع. راجل حافظ القانون بالنص وبالحرف، وكل جديد في القانون بينزل بيكون على درايه بيه تم. حافظ تاريخ النادي الاهلي بلاعيبته، باهدافه، بنتائجه، بكل ما هو اتيح له من ان هو يعرف عنه اي حاجه عارفه. المواقف اللي حصلت في كل مباراه بالنص. كابتن سيد عبد الحفيظ على درايه تامه بتاريخ النادي الاهلي بكل تفاصيله وحذافيره، وعنده موهبه في الرد وبيحط كل شخص عند حجمه الطبيعي، ده غير اللباقه وحسن الرد على الاسئله. بجد يا كابتن سيد صعبتها قوي على جماهير النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي وعلى كمان الراجل اللي هيجي يمسك بعدك، لان انت حققت كل حاجه وعملت كل حاجه صح قوي. فعشان عملت كل حاجه صح قوي فمستحيل اللي يجي بعدك يعرف يعمل ده. مع احترامي لكل الناس، زي ما قلت في الاول ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، ولكن مفيش حد في الدنيا ما بيخطئش. ولكن لما يبقى اخطائك بالنسبه لتحقيقاتك وانجازاتك كده، يبقى عمر ما هيجي تاني زي كابتن سيد عبد الحفيظ. وكلمه اخيره بقى لكل الناس اللي في اداره النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، ان يمشي كابتن سيد عبد الحفيظ في التوقيت ده لازم الناس تطلع وتتكلم بمنتهى الصراحه، خصوصا كابتن سيد وخصوصا الكابتن الخطيب. طبعا كابتن سيد كان ليه لقاء على مع احمد موسى او الاستاذ احمد موسى، ولكن اتكلم بكل صراحه في كلام عام، الكلام اللي زي ما بيقولوا كده العامه، يعني في العامه مش في تفاصيل التفاصيل. في ناس كتير بتتكلم ان السبب في ده مشكله اكرم توفيق لما اتحجز في فندق في قطر يومين ورا بعض بسبب عدم دفع الفلوس، ودي كانت اهانه كبيره قوي للنادي الاهلي. الكابتن الخطيب كان مستاء جدا من الموضوع. في ناس تداولت على السوشيال ميديا بتقول كده، وفي حاجه تانية بتقول ان حسام غالي مع سيد عبد الحفيظ في مشكله ما بينهم، وكانت قايمه بقالها اكتر من سنه وطبعا يعني كل واحد في مكانه. كابتن الخطيب عايز يبقى فيه استقرار فما حاولش يعمل بلبله. حد تاني بيقول لك اصل كولر مش عايز سيد عبد الحفيظ عشان خاطر سيد عبد الحفيظ بيتدخل في الامور الفنيه. فكل ده لازم كابتن سيد عبد الحفيظ يطلع يتكلم فيه بمنتهى الصراحه. ده كان فيديو النهارده. اخواتي في الله، لو بتشوفوني على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل الجرس، ما تنساش تدوس الكل عشان خاطر يوصلك كل اشعاراتنا بكل جديدنا. ولو بتشوفني على ابطال افريقيا في فيسبوك، يا ريت متابعه وشير على قد ما تقدر ولايكات على قد ما تقدروا يا جماعه. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والاكتر عدد من الناس، ويا ريت يا ريت يا ريت باذن الله يوصل لاداره النادي الاهلي، عشان نفسنا بجد الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده يوصل لكل الناس. اما بقى لو بتشوفني على التيك توك فيا ريت تتابعني على ملعب الهداف وتدوس قلوب كتير قوي وتعمل فولو، وكمان ما تنساش اكسبلور على قد ما تقدر عشان خاطر نوصل لناس اكتر.